لكن هنا بقى في قصة. ايه هي القصة بقى؟ هي دي المفاجأة اللي بقولك عليها. النادي الاهلي دخل في الموضوع بتاع محمد صبحي. النادي الاهلي يا سيدي بينكش ورا محمد صبحي وعايز يخلص فيه. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. كنت اتكلمت قبل كده عن العقود اللي المفروض تتجدد في نادي الزمالك، وكنت قلت لكم ان الاداره اوريدي شغاله على ده وشغاله بقوه ان هي تجدد لكل الموجودين على فكره. والفكر ان احنا حتى لو هنمشيه نكسب فيه، وممكن يخش في صفقه تبادليه. طبعا ده اللي ينفع يعمل معاه كده، تمام. فطبعا بعد الانجازات او كم الانجازات اللي الاداره كانت عملتها في الفتره اللي فاتت، واللي كان البعض بيشوفها شبه مستحيله، لكنها الحمد لله تمت بمنتهى النجاح، ولهم مننا يعني جزيل الشكر والتقدير. الاداره على اعتاب انجاز جديد. ايه هو الانجازات دي يا سيدي؟ اقول لك. بص يا سيدي، الاداره اتمت الاتفاق على التجديد لمحمد عواد. محمد عواد تقريبا خلاص الاداره خلصت معاه، مش تقريبا، هي خلصت معاه اوريدي، وتم الاتفاق في كل شيء. والاعلان هيكون قريب جدا جدا، في خلال ايام هتلاقي الاداره بتعلن عن تجديد محمد عواد، زي ما قلت لكم قبل كده على فتوح، والحمد لله تمت. بقول لكم دلوقتي عواد عشان اكون من اول الناس اللي قلت ان محمد عواد ان شاء الله هيجدد مع نادي الزمالك. بس مش ده الانجاز اللي انا بتكلم عنه، او مش دي يعني الصفقه يعني. لا، اقول لك انا بقى. محمد عواد يا سيدي لما جه الزمالك كان متواجد مين في حراسه المرمى؟ كان عندك جنش وكان عندك ابو جبل، فكان وجوده او لعبه كان شيء صعب، وممكن جدا ان هو يقعد. فتشال من عنده بند المشاركه، يعني هو مرتبه ملوش علاقه بالمشاركه زي اي لاعب بيجي. طيب ادي بند. البند الثاني ان هو كان بيتقاضى 18 مليون سنويا، مرتبه او قبضه 18 مليون سنويا. طيب من الطبيعي والمنطقي ان هو دلوقتي يعتبر الحارس الوحيد داخل نادي الزمالك، يعني من حقه ان هو بقى يقعد يتشرط، او مش من حقه يعني، لا لو حد مكانه يعني يقعد يتشرط ويقول انا عايز وعايز ازود وي 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 والكلام ده كله. انما اللي حاصل ان اداره الزمالك قدرت ان هي تقنع عواد ان هي تقلل الراتب بتاعه السنوي. يعني ايه؟ يعني 18 مليون مش هياخدهم 18 مليون، هياخدهم 10 مليون جنيه سنويا. 10 مليون لمدة 3 سنوات. ده اللي تم، وده اللي نادي الزمالك خلص فيه خلاص مع محمد عواد. وان شاء الله زي ما بقول لكم كده الاعلان هيكون قريب جدا جدا جدا. برضو من ضمن العقود اللي اوشكت على الانتهاء هو عقد محمد صبحي. وانا كنت قلت لكم قبل كده ان في جلسه جمعت بين محمد صبحي واداره الزمالك، وكانوا اتكلموا في التجديد، وصبحي قال ان هو ما عندوش مشكله وانه موافق على التجديد. لكن ساعتها الموضوع اتاجل لحد ما ينتهي من افريقيا. فدلوقتي المفروض ان المفاوضات مفتوحه والكلام مفتوح. لكن هنا بقى في قصه. ايه هي القصه بقى؟ هي دي المفاجاه اللي بقولك عليها. النادي الاهلي دخل في الموضوع بتاع محمد صبحي. النادي الاهلي يا سيدي بينكش ورا محمد صبحي وعايز يخلص فيه. النادي الاهلي عنده مشكله في مركزين، في الباك الشمال وحراسه المرمى. فبالبلدي كده الموضوع وضح لما الشناوي اتصاب، وشفنا قصه ابو جبل، وشفنا القصص اللي حصلت دي كلها، سواء انت مؤيد او معارض. بس اللي انا عايز اقوله لك ان فكر النادي الاهلي ان هم مقتنعين جدا بمحمد صبحي، سواء انت مقتنع او مش مقتنع، هم مقتنعين بيه وشايفين فيه حاجه محدش شايفها غيرهم. طيب النادي الاهلي بيفكر ان صبحي ومصطفى شوبير الاثنين تقريبا نفس الجيل ونفس السن وتقريبا نفس المستوى من وجهه نظر الاهلي. فهم شايفين ان الاثنين دول واحد منهم يلعب والتاني احتياطي، او ده يلعب وده احتياطي، مش فارقه، بس هيبقى في بينهم تنافس قوي جدا، وده طبعا هيصب في مصلحه مين؟ النادي الاهلي. فالنادي الاهلي في الاخر هو المستفيد، ودي اهم نقطه بيدور عليها النادي الاهلي، ان الاهلي حراسته او حراسه مرماه تكون في امان، وده اللي بيدور عليه النادي الاهلي. طيب مجلس اداره الزمالك عرف الموضوع
وفهم ان النادي الاهلي بيدور ورا محمد صبحي. فمن الاخر كده نادي الزمالك عايز يجيب اخر محمد صبحي. هتعمل ايه؟ هتجدد؟ هنجدد. ولا مش هتجدد؟ بص، كلفوا عبد الواحد السيد ان هو يخلص مع الموضوع، والمفروض ان هم كانوا بيتكلموا معاه برضه في حدود 8 مليون. ممكن هو يكون عايز ازيد، ممكن يكون يضغط مثلا بالكارت بتاع الاهلي عشان يبقى ازيد، والكلام ده كله كل شيء وارد. انما في الاخر انت معانا ولا بتفكر في حاجة تانية؟ هو ده الاهم. الموضوع بقى اللي بعد كده، وهو بصراحة موضوع مهم جدا ومرعب ومريب جدا جدا جدا، وهو موضوع اصابات الزمالك او اصابات لعيب الزمالك، اللي تقريبا بقى كل شوية بيقع مننا واحد. زي ما قلت قبل كده، كل يوم بيقع مننا راجل. يعني ابتدت بفتوح، بس فتوح كان في المنتخب. بعد كده الونش، طب ايه اللي حصل له؟ قال لك لا ده وقع لوحده وجاله صليبي بعدها. طيب بلاش الونش، قلنا مثلا الونش كان راجع من اصابه، فالموضوع مثلا ما رجعش بالشكل الامثل، فحصل مثلا اصابه تاني. طيب سيبك من الونش. طب احمد حمدي بعدها قال لك اصل هو عنده شد في الضمه. طب ده جاي من بره. بعد كده النهارده بيقول لك زياد كمال عنده شد في الخلفيه. طب ده ايه اللي بيحصل؟ ليه اللعيبه كل شويه في واحد بيتصاب؟ احنا كده عبال ما نيجي نلعب ماتش الاسماعيلي ان شاء الله مش هنلاقي ولا لاعب. يعني مش فاهم، التمرين مثلا في حاجه غلط، في حموله زياده مثلا، لعيبه مثلا مش قادره تتحملها او مش متعوده عليها مثلا، او مثلا في مثلا ارضيه الملعب، ما انا مش فاهم. ما مستحيل مثلا 3-4 لعيبه ورا بعض كده، حاجه غريبه فعلا. يعني المفروض انا شايف النهارده ان احنا نشوف مثلا مدرب الاحمال مع مثلا دكتور اسامه مع المدرب، ويقعدوا ويتكلموا ويشوفوا المشكله فين. ما تقنعنيش ان كل المشكله عند دكتور اسامه، عشان انا شايف حمله معموله على دكتور اسامه ما اعرفش ايه سببها. لكن في الاخر يهمنا مصلحه الزمالك، يهمنا مصلحه لعيبه الزمالك، يهمنا ان احنا نكمل بالشكل اللي احنا عايزينه وباللعيبه اللي احنا عايزينها. لان كمان في مشكله كبيره، انت عندك اللعيبه اللي بتتصاب دي هي المفروض اللعيبه اللي هتشارك معاك في الكونفدراليه، فانت هتيجي في وقت من الاوقات برضه مش هيبقى عندك نص ملعب وهتلعب بالناس القديمه. يعني انت عندك عبد الله السعيد وناصر منسي، ناصر ماهر مش هيشاركوا معاك في الكونفدراليه. فانت 2 من نص الملعب مش موجودين، فهيتبقى عندك اللي انت جايبهم. فما ينفعش ان الناس كلها تتصاب كده. وكده كده يعني سواء هيشارك في الكونفدراليه مش هيشارك في الكونفدراليه، لازم نشوف حل للمشكله، لان هي مشكله ومشكله بايخه، مشكله بتوقع مننا لعيبه مهمين. فلازم نشوف حل للمشكله، سلام.